شيخ الدم والفتنة والفوضى عاد إلى منبر الجمعة لا ليبث الرحمة والتآلف بين البشر، لكن ليمتطي هذا المنبر في محاولة لتجييش السوريين ضد بعضهم البعض، لكنه لا يعرف وعي أبناء سوريا. سماحة الشيخ أطل كما في كل جمعة حاملا لواء الفوضى والهجوم على كل منتقديه، كونه الشيخ المعصوم عن الأخطاء المنزه عن الخطايا. سماحته أطل حاملا لواء ما سماه الثورات العربية، وكأنه من أشعلها، وكان له الفضل في نجاح الثورة في تونس ومصر، فهو أسرف في امتداح نفسه والتذكير بعظيم فضله على الثورة المصرية والإطاحة بمبارك. حينما خطبت فيهم في جمعة النصر قلت لهم في أول الخطبة: جرت عادة خطباء المسلمين أن يبدأوا خطبهم بقولهم أيها المسلمون، وأنا أقول أيها المصريون. سماحته قال إن المحتجين في سوريا لا يحملون السلاح ولا هم يحزنون، وإنما أخبار القناصين والمخربين والعصابات المسلحة هي نسج من خيال الأمن السوري، دون أن يعرج في خطبته الكريمة على شهداء الجيش العربي السوري والمدنيين على حد سواء ممن اغتالتهم عصابات الغد. من مزايا هذه الثورات أنها لا تحمل سلاحا، ليس معها رشاش ولا بندقية ولا مسدس. سماحته أيضا هاجم وزير الأوقاف السوري بإسفاف شديد وكلام مبتذل لا يصدر عن داعية. أما سبب هذا الهجوم فهو انتقاد الوزير السوري لتدخل سماحته في الشأن الداخلي السوري. وقبل أن يختم سماحة الشيخ ذكرنا في حديث الذكريات إياه بأن المسلمين أمة واحدة، وهنا ليسمح لنا بسؤاله: أليس متظاهرو البحرين من الأمة الإسلامية التي تحدث عنها؟ ولماذا لم يتحدث عن مظاهرات البحرين ولو بكلمة واحدة؟ أم أن خارطة البحرين أزيلت من خارطة الدول الإسلامية؟ وفي ختام خطبته العصماء أجهش بالبكاء ليكتمل دوره في المسرحية التي أعدت ضد هذا البلد ووحدة هذا البلد. رغم قلق السوريين فإنهم ينتظرون في يوم الجمعة شيئين: ما الذي يمكن أن تحدثه يد الفوضى؟ وما هو جديد مسرحية القرضاوي الذي انكشف تماما على حقيقته وأثبت لكل من كان يشكك بنواياه ولو ب1% بأنه شيخ الفتنة؟ فتنة شيطانية، وهذا مو يعني رجل دين، لأنه عم يساوي فتنة بين العرب وخاصة عندنا بسوريا. نحن بالنسبة اللي سمعناه اليوم تماما من الشيخ القرضاوي لا يمثل الدين بأي صلة، ولا سمعنا في يوم من الأيام أنه شيخ دعا إلى فتنة أو دعا لأي شيء ما كويس أو ممكن يضر الناس. نحن معلوماتنا رجال الدين بشكل دائم ومستمر، حتى لو في فتنة يسعون إلى وقت هذه الفتنة. الشيخ الفتنة القرضاوي لا يمثل شيء للإسلام، هذا حركة صهيوني مدعوم من أمريكا وإسرائيل. الشيخ القرضاوي هو شيخ الفتنة، شيخ عم يعمل تجمعات، عم يعمل بالوطن العربي مثل الإلمام ضد سوريا. طبعا نحن مع سوريا، نحن مع الرئيس بشار الأسد. هذول اللي عم يفجروا ويقتلوا، مو حرام نحن قاعدين عم نتقتل؟ ليش يعني ما يخلونا آمنين؟ ليش شو بدهم فينا؟ يعني هن شو بدهم فينا؟ بده يخلق فتنة طائفية لأنه قابض من الموساد الإسرائيلي ومن العملاء المتكاملين على سوريا وأرضها وشعبها وكيانها، ونحن ضد القرضاوي وضد كل واحد بيعبث في أمن هذا الوطن. القرضاوي نسي فلسطين ونسي القدس ونسي ما حدث في غزة، وجاء ليبث الفتن في أرض المقاومة، أرض سوريا. رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فقد احترام السوريين وآن له أن يصمت. بدي كل ما يجري في البحرين أكثر ب100,000 مرة ما يجري في سوريا. ما سمعنا صوته، ما سمعنا صوته وقت اللي علماء الدين في السعودية حرموا التظاهر
كمان ما سمعنا صوته. نحن بنعرف انه صوته بيعلى وبينخفض بقدر ما بيقبض دولار من امريكا. ما بنحسن نقول اقل شيء عنه انه هو بوق الفتنه، البوق الصهيوني الامريكي بس بعباءه اسلاميه وخليجيه. هذا القرضاوي شيخ الفتنه، شيخ الفتنه اسمه. هاي العربيه اسمها العبريه، والجزيره الخنزيري اسمها مو الجزيره. دائما بكل عصر بيطلع شخص مثل القرضاوي بده يفتن بين الناس، بعدين يعني مفترض هو شخص حتى بعمره، يعني شخص بعمره انه هلا بس يقعد يقرا قران وباخرته، يعني مو اكثر من هيك. بالعكس لازم يجمع الناس مو يفرق الناس. نحن بنتمنى من كل رجل دين في كل الدول العربيه والاسلاميه يكون داعي محبه، داعي اخوه لتحابب المسلمين بين بعضهم، ما يدعي الى التفرق او الى الفتنه والقتل. هذا القرضاوي ما بيمثل الا نفسه الدنيئه، هذا عميل اسرائيلي، هذا كل شعره من دقنه تحت منها مليون ابليس، يخجل على نفسه. كنت بتمنى انا من شيخ الفتنه هالتحريض اللي عم بيعملوه لنا بسوريا يدعي للجهاد بغزه وبالمقاومه بلبنان، والمسلم من سلمت الناس من لسانه ويده، وهذا بريء الاسلام منه. الاسلام اكبر من هيك، الاسلام رساله ساميه ومحبه للعالم اجمع. ومهما حصل يبقى الشارع السوري اوعى من كل هذا. مجد مسلم، تلفزيون الدنيا، منطقه المزه، دمشق.